هنتكلم بعد كده على الجزء الثالث بتاعنا وهو عندنا ثلاث أشكال من العيون. الشكل الأولاني اللي هو مثلا لو هنقول الدايرة. عندنا في عين على شكل دايرة اهي، العين التانية بتبقى قصادها بالظبط. النن بقى الصغير في الكرتوني بقى انا بحاجه من الاتنين، ممكن يا اما ادخل الجزء دوت زي ما اتفقنا اللي هو العين الكبيره والصغيره، تمام، الجزئين دول، او ممكن مثلا استخدم دايره واحده بس كده واغمقها بالايه، بالاسود. تمام، ده كده بالنسبه للعين دي، العين اللي هي على شكل دائري. طيب في تاني عين تاني بقى، كان مثلا ممكن نبقى على شكل بيضاوي. الشكل البيضاوي اهو، اللي هو العين البيضاويه اهي. تمام. طيب في العين الدايره دي انا استخدمت النن اللي جوه ده على اساس ان بقدر احدد بيه حركه العين، وطبعا دي هنتكلم فيها في نقطه بعد كده. يعني مثلا انا حطيت النن هنا كده في النص، ممكن مثلا العب واحط النن مثلا تحت شويه، هيبان لي ان ايه، ان طبعا ان العين دي باصه لتحت شويه. طبعا دي يعتبر دي عين دائريه. تمام. ودي عين بيضاويه. تمام، هناخد عين تالتة. تمام، ودي يعني بيبقى قليل جدا ان احنا مثلا بنستخدمها، زي العيون اللي بتبقى موجودة ديت، اللي هي تبقى بيتقال عليها اسمها عين حادة، او بتبقى قريبة شوية من العيون الايه، العيون الواقعية. زي مثلا بتبقى عبارة عن جفن علوي وتحتيها مثلا جفن سفلي، وهنلاحظ ان الجفن العلوي او الجفن اللي فوق اكبر شوية من الجفن اللي تحت. وبعد كده ببدأ احط العين زي ما انا محتاج، مثلا اللي هو النن الاسود بتاعي. هنا ممكن مثلا اخليه عبارة عن الجزئين، اللي هو الجزء اللي احنا اتفقنا عليه، قلنا الشكل الجسم الصلب والنن اللي جوه الاسود. تمام. ممكن اكبره شويه او اصغره، دي على حسب ما ايه، ما احنا مثلا محتاجين. بنرجع بقى بعد كده، احنا قلنا ان الرموش بتبقى دايما طالعه من فوق الايه، من فوق الجفن العالي اهو. ممكن هنا مثلا اطلع رموش مثلا من هنا كده، ممكن مثلا رموش تيجي مثلا كده كده. هنا ممكن مثلا رموش تيجي كده، بيبقى على حسب ما احنا محتاجين. ممكن مثلا الناحية التانية احط مثلا عين تانية بنفس الايه، بنفس الشكل كده، عشان يبقوا الاتنين مثلا قريبين شوية من بعض، والرمش بيبقى رامي ناحية شمال كده اهو، ده ناحية اليمين وده ناحية الشمال. ده كده يعتبر 3 نماذج بساط. دي هنقول هنا ايه، عين حادة. دول 3 نماذج بالنسبة لشكل العيون اللي انا مثلا هبدأ استخدمها في شكل رسومات الكرتون. والاغلبية بيبقى دايما الدائري والبيضاوي. دول اكتر نماذج انا ببدأ اشتغل بيها، وهيبدأ معظم الرسومات بتاعتنا هتبقى الاغلبية كلها الايه، الجزء ده النوع ده اللي هو النوع الدائري، والنوع التاني اللي هو النوع البيضاوي.